لو عندك لبن قطع منك كده، طبعا ما ترموهوش، ده كنز عندك في بيتك. تعالى اقولك ازاي، بس قبل ما نبدا ما تنسيش اللايك والتعليق، وتحط لنا كومنت وتقول لنا رايك في التعليق. ولو ما اشتركتيش معانا في الصفحه او في القناه يا ريت تخشي تشتركي معانا. ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا جبت كيلو من اللبن وطبعا لقيته قطع معايا، فطبعا هرمي لا. تعالوا بقول لكم على الفكره الحلوه اللي جت دي. هنعمل جبنه كريمي من شويه اللبن دول، من كيلو اللبن ده هنعمل جبنه كريمي احسن من اللي بنشتريها من بره. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك اتفرجي على الفيديو لحد الاخر، ما تسيبيش الفيديو غير لما تخشي ترزعيني لايك. زي ما انت شايفه كده بالظبط انا صفيته. وطبعا الشرش ده هتستعملي حاجات كتير قوي قوي قوي، ده كنز برضو في بيتك، اوعي ترميه. بصي تستعمليه في كذا حاجه، مش هتستعمليه دلوقتي تروح حاطاه في كيس في الفريزر، هتحتاجيه صدقيني هتحتاجيه. تعالوا بقى بينا خلينا في الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا ابتديت ان انا صفيتها، وبعد كده هحطها في الخلاط، وهنزل بمعلقه صغيره من الملح، وهنزل عليها باربع معالق من الزيت، بس هنزل بيهم صرصوبه صرصوبه. وزي ما انا ما قلت لكم انا حطيت معلقه صغننه من الملح، اربع معالق من الزيت، ده المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليها، بس مش هنحط اي حاجه تاني. وطبعا ما تنسوش، طبعا انتوا لو عوزتوا زي ما انا ما عوزت كده من الشرش، انا خدت كوبايتين صغنطتين خالص بمعايير نص كوبايه كبيره من الشرش ده، زودت بيه الكريمه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا زودت بيها. وطبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله انا بنزل بالزيت سرسوبه سرسوبه، علشان خاطر الزيت اللي بيديك التقل بتاعها. وطبعا كده خلصناها. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، طعم وريحه، والتقل هتديكي تقل. بصي ما اقولكيش قسما بالله هتدعيلي. وطبعا كده بديها كمان ضربة، يعني اديها ضربات على قد ما تقدري. وبكده بقى ولا هصفيها ولا هعمل فيها اي حاجة، هبتدي ان انا احطها معانا في سلطانية، وهجيب البرطمانات بقى، شوية البرطمانات الفاضية اللي عندي، وابتدي ان انا احطها فيها. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ما تخافوش منها ان هي خفيفة خالص، ما تخافوش منها خالص. الجبنة الكريمي دي بتتحط في علبة او اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا حطيت عندي في العلبة في البرطمانات دي، وفي في الطبق اللي انتم شايفينه ده. وهبتدي بقى ان انا اسيبها في التلاجة، واخد منها في السحور، هاخد منها كده بصي معلقة بمعلقة، يعني حاجة كده جميلة جدا جدا. ودي كنز والله عندك في بيتك. طبعا زي ما انتم شايفين، انتوا خايفين ان هي خفيفة وكده، لا طبعا انتوا بتحطوها في الفريزر، في التلاجة معلش مش الفريزر خلاص، دي اتحطت في الفريزر، اتحطت في التلاجة. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا دي انا سبتها بس عبر ما نضفت المكان، سبتها لمده ما كملتش 3 دقايق، نضفت بس مطرحها كده. شايفين التقل اديتنا تقل قد ايه في 3 دقايق؟ اما لو حطيتيها بقى في التلاجة هتديكي بصي هتقطعي منها بالخرطه كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. واهم حاجه بس ما تنسوش تحطوا لنا تعليق وتقولوا لنا رايكم في التعليق. وطبعا لو ما اشتركتيش معانا في الصفحه يا ريت تشتركي. وبكده الفيديو خلص معانا.